طب ليه الخديوي سعيد وافق؟ النظريه الاولى بتقول ان العلاقه بينه وبين ديليسيبس كانت قويه جدا وكانت السبب في كده، والنظريه الثانيه ودي تعتبر الارجح ان الخديوي سعيد وقتها كان تحت ضغط من فرنسا، فوافق الخديوي وبداوا الحفر رسميا. ديليسيبس استخدم نظام السخر، جاب العمال المصريين بالقوه عشان يشتغلوا تحت ظروف قاسيه، ويا ريت كان بيديهم فلوس، بل في الاف من المصريين ماتوا بسبب سوء التغذيه او الامراض اللي انتشرت. وبعد 10 سنين شغل سنه 1869 قناه السويس اتفتحت رسميا بحفل اسطوري. الامبراطوره اوجيني مرات نابليون الثالث جت بسفينه مخصوص عشان تكون اول سفينه بتعدي من قناه السويس، بس فرحتنا ما كملتش. ليه تاني ما القناه فتحت اهي وهناخد ارباح من السفن اللي معديه؟ بعد اذن منك بس مصر غرقت في الدين. فالخديوي اسماعيل سنه 1875 باع اسهم مصر في قناه السويس لمين؟ لو قلتها تبقى شاطر. ايوه، الحكومه البريطانيه. ما هي سبوبه يا باشا، بريطانيا وفرنسا كانوا خاربين الدنيا ساعتها. بنيامين ديزرائيلي رئيس الوزراء في بريطانيا خد قرض مستعجل من روتشيلد بنك قبل ما فرنسا تنط في المصلحه. عارفين انتوا طبعا مين اللي ماسك البنك ده؟ هم اللي ما يتسموش. يعني من الاخر قناه السويس كانت هي المفتاح اللي دخل الانجليز مصر، لحد ما جه الرئيس جمال عبد الناصر واعلن تاميم القناه سنه 1956. خلاص بقى الارباح هتبقى بتاعتنا وهنلم فلوس. لا. ليه يا عم؟ ما خلاص اتأممت والدنيا بقت جميلة. لا، بريطانيا وفرنسا واللي ما يتسموش اعلنوا العدوان الثلاثي على مصر عشان ياخدوا القناه بالقوه، وبضغط دولي من امريكا والاتحاد السوفيتي العدوان ما نجحش. لسه بنقول هي حصلت النكسه سنه 1967، واللي ما يتسموش احتلوا سينا والقناه اتقفلت 8 سنين. السفن اللي كانت موجوده ساعتها في القناه اتحبست جواها في منطقه اسمها البحيرات المر واتسمى بالاسطول الاصفر. عن 14 سفينه فضلوا محبوسين لمده 8 سنين جوه قناه السويس. لو عايز تعرف قصه الاسطول الاصفر هتلاقيها عند الدحيح، روح اتفرج وتعالى تاني. المهم لحد ما جه السادات وفي سنه 1973 مصر شنت حرب اكتوبر ورجعت سينا وقناه السويس تاني. يعني من الفراعنه لنابليون لديكارت لعبد الناصر كلهم عرفوا ان اللي يسيطر على قناه السويس بيحط ايده على التجاره العالميه، لانها مش مجرد قناه بتربط بحرين ببعض. فربنا يحرس مصر وقناه السويس. انا سباعي ودي 13.